عارفه ليه لما بتيجي كلمه الاردن بحس ان احنا بنتكلم عن مصر. احنا قرار رئيس الجمهوريه لينا كان يوم 7/2، حلفنا اليمين يوم 7/2، وجيت الاسكندريه يوم 9. رئيس الجمهوريه لما قعدنا معاه بعد حلف اليمين قال لنا اهم حاجه التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني. ما لقيناش صعوبه في ده، يعني احنا اول ما وصلنا لقينا الناس بتجيلنا وتليفونات احنا عايزين نعمل كذا، النظافه كذا، الميه كذا، كله بيقدم اقتراحات ومساعدات. يعني عاملين مجموعه اسمها عيون اسكندريه. عارفه عيون اسكندريه؟ يعني كل ما يلاقوا حاجه يصوروها يبعتوها لي. شوفي حاجه جميله يعني. خديها عهد انك انت لما تحبي حاجه لازم تنجحي فيها. غير البدايه كانت البدايه اننا نطبقها على عدد محدود من الوزارات والدوائر، لكن ارتئينا حتى انه ننجح بهذه التجربه يجب ان نخوضها كامله ونطبقها على جميع الوزارات والدوائر. وبلشناها على مرحلتين، مرحله تتعلق في الوزارات والدوائر الحكوميه، والمرحله الثانيه فيما يسمى بالهيئات المستقله او المؤسسات المستقله. منها باختصار انه احنا نشرك المواطنين في صناعه القرار فيما يتعلق في تحديد احتياجاتهم، يعني هم بيحكوا احنا احتياجاتنا الاتي وبدنا تدرجوها في موازنتكم السنه القادمه. فهي هاي كانت الفكره، ادماج الامور في المحافظات نفسهم واللي هم درسوا ما او اتعلموا معانا اللي احنا كنا نفسنا نوصله لهم، بقوا دلوقتي هم خبراء الحقيقه، من ضمنهم زميلنا طارق والاستاذه امل. لكن لما نزلنا لهم الحقيقه وعلمناهم كانت مفاجاه ان هم فعلا قالوا لنا احنا في مشاكل كتيره ابتدوا يتناقشوا فيها ويحلوها. ودي كانت الحقيقه طفره هايله، هم كانوا فرحانين بس كان عندهم تخوف يقولوا هل هتستمر؟ بص حضرتك ليه؟ لان احنا كل ما بنيجي مشروع معين بنيجي نطبقه تيجي ويقف في مرحله معينه، ودي ازمه، دي ازمه فعلا. فاحنا لو عملنا حاجه مؤسسيه زي عندنا في وزاره الماليه دلوقتي واحد تكافؤ الفرص دي في الهيكل التنظيمي للوزاره، واذا مشروعاتها اللي قايمه تبقى ريليتد للوزير فحضرتك تحس بالمؤسسيه. احنا يعني اكثر حظا من اسكندريه، انا واستاذ محافظ ان احنا اشتغلنا في اسكندريه. لان هي خامه حلوه بالظبط وتقدري مجهودك فيها يظهر فالناس بالظبط. احنا سعداء وسعداء بيكم الحقيقه جدا. ميرسي جدا. وبشكركم على انكم يعني عملتي المبادره دي في وزاره الماليه واستقبلتي الوفد الجميل. وبشكرك على انك اخترتي اسكندريه.